السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنشوفوا فيه تحليل فخر الدين الرجحي لمباراة الديربي الرياضي واللغط اللي كان على مباراة الديربي من مقاطعة الإلتراس ديال الفريق الوداد والرجاء الرياضي، وشنا هي الحيثيات اللي داز فيها الديربي وافتتاح مركب محمد الخامس والصورة اللي بان عليها مركب محمد الخامس من بعد الأشغال اللي كانت فيه لمدة عامين وحوايج اخرى اللي هضر عليها فخر الدين الرجحي في هذا التحليل الفيديو. نخليكم مع فخر الدين الرجحي والصحفي منير أوبري والقراءة ديالهم لمباراة الديربي اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. ومنير صراحة على قبل ذاك اللغط اللي وقع وكثر الحديث بزاف، والحديث ما كثرش على الفروق، كثر ما كثر على تقريبا شهر ولا هذا وحنا كنسمعوا جميع الناس يعني المتصلين ولا الناس اللي هذا كيتكلموا غير على راه حنا دزنا محال واش غيكون الماتش، راه التيران باقي ما هذا هو الحديث اللي فعلا بان بلي باقي بزاف الحوايج. ايوا بيان سور راك كذلك مونير. شوف كتبغي دير شي تحدي ما عرفتش، شوف على عين الماتش في واحد الارضيه في ذاك الجو، يمكن هذوك اللي دخلوا في غياب ريزولترا ونقولها وهذه ما غيحيدها لنا حتى شي واحد، ما نكذبوش على راسنا ونبداو نقولوا شي حاجه اللي هي ما كايناش. كيما كنت كنهضر مع واحد السيد، هاد الجمهور هاد ريزولترا راه ما يمكنش تحيدهم من الديربي. حنا كلعابه كنا طرف، انا قلتها لي بحال هكا، وهما كجمهور كانوا طرف. يمكن انا كفخر الدين ولا كظلمي الله يرحمه ولا كسحيته ولا كالعربي حردان وانت غادي ما يمكنش تدخل البيرجيكو ما تشوفش الملعب مملوء عن اخره. يمكن ديك الوقيته التيفوات ما كانوش ليزولترا ولكن كمدرب عشت مع ليزولترا بلاتي كجماهير انا جايك بشويه منير تدريجيا. كجماهير راه ما يمكنش تدخل للتيران وما تدوش على ذاك الحضور الجماهيري اللي كيعطيك واحد، انت كتعطي من جهتك وهما كيعطوك. هذا هو الحلاوه ديال الديربي. وانت جاي تدخلنا الكومبلكس محمد 5 وباقي ريزولت راه ما كاينينش. دابا هاد اللقطات اللي كيدوزو في اليوتيوب جماهير اللي كتغوت كتسمع ويدات طق هذا هو بحال هكا. كان الامور تما الراجا شو على منظر كيفاش كان نفس اللازمه كتغنى هنا وهنا الله يعطيك الصحه. اولي دابا بقى غادي جاو ريزولترا عطاو واحد كوريغرافي، شوف عطاو واحد الرونق اخر، يعني بالتيفوات بالاهازيج بهذا. من جهه كاين الرجاء، من جهه اخرى كاين الوداد. راني اللعابه لي 22 زاكتور اللي كيطلعوا مهمين، راه مهمين هذوك اللعابه ديال الرجاء والوداد. راه الا ما كانوش في المستوى ديالهم راه ما غيكونش الجمهور راه طرف واللاعبين طرف. بقينا غاديين تدريجيا الى ان غبر الديربي، بقى كيغبر بشويه. الديربي راه تلعب في ليبيا، هذاك دوري لا زعما كنقولوا حنا بغاو يكون دوري الصقر الوحيد. المهم بغاو يكون يا مات القدافي، بغاو يكون على ان شوف وقيتي جاي حتى واحد وقيت الديربي بحال شي واحد مريض ومنين تصاب بالمرض ما داويتيهش خليتيه يبقى غادي كيعاني. هي اللي وقع للديربي، بقيتي بشويه كيموت بدون جمهور، تغيير الملاعب، اغلاق الملاعب، سير لطنجه، لعبوا في مراكش، لعبوا في برشيد، لعبوا الديربي وليتي كتجونغلي به. الحلاوه ديال هذوك لي زولترا وداك الشيء حتى هي ما بقاتش، يعني وليتي ساد على باش الديربي. المشكل العويص اللي غادي يزيد من طين بله وهو لو نيفو ديال لي جوور. الوقيته اللي بديتي كتغيب نتايا هاد الجماهير اللي كان عندها دعم كبير اونفير هاد لي جوور، دخلتي واحد الفئه ديال مجموعه من اللاعبين لا ديال الرجاء ولا ديال الوداد اللي ما بقاتش عنده ديك الكاريزما يدخلوا يعطيوك واحد 90 دقيقه في المستوى العالي، واللي يشد الاخر يسلخ الاخر. في الوقيته ديال واحد الوقيته منير الا كنتي الوداد ضعيفه وشداتك الرجاء كيسلخك،
الا كانت الرجاء ضعيفه الوداد كتسلخها يسلخك غير في التيران. في التيران ما كندويش على على مستوى الرقم. الرقم كتكون سميتو، ولكن كيكون ضغط وكيكون داك اللي كيسموه انتصار بين ما عندي ما ننسى. كتكون دابا 2-0 2-1. دابا حاليا ما حتى في لي نيفو ما بقيتيش ومني كتجي ستاد دونور وهاد الدراري واحد العدد كبير فيهم، واقيلا الا درنا واحد العمليه حسابيه عدد كبير ما يلعبش في الكومبلكس. منير راه كاين فيهم اللي كيلعب فيه اول مره. جو سي راك تعرف انايا واش كون حضر دوك لي زيلترا واش هادو ما كانوش غيدوخوا وشافوا دوك التيفوات وشافوا. انا كنظن واقيلا هادو يقدروا يهربوا، يبان لهم داك الجمهور يخرج يقول لك انا ما لعبش. لان الطريقه اللي شفتهم انايا ولاعبين ملي كتقول 15 مينوت ان بينالتي ان بوت كتقول يمكن الماتش غادي يبقى محرك، يكون محرك. هاد الكره اللي ضربت في العارضه ثم من موراها تعادل ديال رحيمي سفيان 1-1. مازال انا كنت كنترجى اكثر، كنقول في هذا الوقت اللي هو قليل 1-1 وهذا يمكن من بعد. منير انا جالس مع شي ناس وكنتفرجوا نيت في الماتش، قلت لي انا كنقول لك الا مشى الماتش في دوزام ميطا في البدايه ديالو ودازت فيه واحد 15 ولا 20 ما بقيتيش غادي تشوف شي بيت. قلت لي كل بجوج ما يقتنعوا لك بسميتو. ضيور بالك من خلال دوزام ميطا حسب معايا كانت لا كونسيرفاسيون عند الوداد، ولكن ما كانش محاولات. ولكن بلاتي واحد القضيه كتقول لي كونسيرفاسيون ديال كوا كونسيرفاسيون دو بال، يعني انا اللي كنحاول نجي لعندك ولكن المحاولات باش غنهدي ما كاينش. ولكن ملي كتجي عندي، ولكن ملي كيجي ان كونتر عاوتاني ديال الا بغيتي تسميه كونترا فخر الدين زعما نسميوه كونتر، حيت الشاب كتسالي ليه كيف العاده كتسالي ليه ديك ال 11 اللي عنده كيدير داك الشونجمون ديال ديفونسيف ما كاينش. كيبان لي علاش؟ لانه ما عندوش ان بون دو توش. ملي كتهضر على الوداد والرجاء شكون هو اللي كنقولوا حنا ليفيكتيف غيش؟ الوداد فوالا كان عنده باش بالنسبه للشاب ما غاديش تقول لي مالك، يقول لك انا هادو هما اللي عندي. دابا المشكل وهو في غياب الحضور الجماهيري، في غياب واحد لو نيفو اللي هو عالي كيعطيك واحد ديربي بهذا الشكل. لا هذا ما يمكن لا جمهور الوداد ولا ديال الرجاء حتى الناس اللي تفرجت في الشاشه ولا في هذا ما. رقميا نقطه لكل فريق، ما كنظنش ان التفرقات استفادت من هذيك النقطه اللي خدت. لا الرجاء واش كانوا لاعبين على شي حاجه ولا ما كانوش لاعبين؟ مي الوداد ضيعوا فرصه انهم يبقوا في صراع على المركز الثاني مع فريق الجيش الملكي. نمشيو لباقي المباريات ولا ناخذوا فاصل؟ ابتسام كتشير ليا ناخذوا فاصل قصير ثم نعود.